السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة معمول عشان خاطر الناس اللي عاوزة تشغل ألعاب بلاي ستيشن 2 على الكمبيوتر. يعني أول حاجة طبعا معروفة، أنت تحمل المحاكي. دي صفحة المحاكي، بس أنا رفعت لكم المحاكي اللي بيطلبه، أنا بديهوله بدل ما تخش تلخبط هنا والدنيا تبوظ منك. اللي بيطلب المحاكي بتاع الكمبيوتر، اللي بيطلب المحاكي يعني هو أنا برفعه له. أنا رفعته على ميديا فاير، اللي بيطلبه أنا ببعته له. أول محاكي قدامك، أنا بسطبه لأول مرة زيكم أهوت. بس اشوف بس الدوكيمنت بس الاول، عشان لو في كده ملف ولا حاجه مش عارف، بس خلاص. نرجع تاني لملف اللعبه، ملف المحاكي اللي هو اهوت. اول حاجه تعملها هتفك الضغط عنه، كليك يمين، تيجي عند برنامج الضغط اللي عندك اللي هو وينرار او ايا كان هو اكستراكت هير. بس ظهر عندك الملف اهوت، ملف المحاكي. تضغط عليه وتبدا تشغله. هنا بقول لك هنا اللغه لغه النظام، هو عربي، فيه عربي بس انا هختار الانجليزي. انا ديت الواجهه بتاعت المحاكي، السين بتاعها هختار الاسود عشان افضله. كنكست زي ما انت شايف اهوت. بص، ادي الفويس قد ايه. بص والله هو بينزل، يعني هو المحاكي بينزل مع مدمج الفويس، كل الفويس اللي انت محتاجه. ماشي، انا هختار مثلا الامريكي. ده اوروبي ده. الامريكي فين؟ اللي هو اليو اس اي اهو. اليو اس اي 2000 مثلا. ماشي، نختار اليو اس اي اللي هو دوت كده. نيكست. هنا بقول لك ان دي في الالعاب اللي انت محتاجها، عادي بضيفها بعد كده عادي. نيكست. بقول لك ان انت هنا ما ضفتش اي العاب، عاوز تكمل قول له كمل. هنا برضو ده الدراعات، ده الكنترولر بورت 1 وده كنترولر بورت 2. يعني ده الدراع الاولاني وده الدراع التاني. انا بفضل ان انا اسطب الدراعات من جوه، مش من هنا. اقول له نيكست، اقول له فينيش، يقول لي تمام. اقول هنا ده محتاج يعني تحديث. يعني انا بالنسبه لي اعمل سكيب، مش عاوز احدث دلوقتي. انا ادي واجهه المحاكاه زي ما انت شايف بعد ما سطبناه وكل حاجه. دلوقتي مثلا هنشغل اول حاجه الدراعات. يعني نسطب الدراعات، يعني تسطيب الدراعات مش محتاج مجهود. سيتنج، تنزل على كنترولر، بس تيجي هنا عند كنترولر بورت 1. ده الدراع الاولاني اهوت، انا موصل الدراع بتاعي اهوت، موصله اهوت. تيجي هنا هو بيقول لك يعني دبل شوك تقوم ماشي. يعني هو خلاص، يعني خلاص هو الدراع كده قاري اهو. بس هتعمل خطوه من غير بقى ما كل شويه تيجي تعمل هنا مثلا والكلام ده. يعني انت مثلا بدل ما تعمل كل الكلام ده بايدك ومش عارف ايه والما الانالوج ومش عارف تقعد تظبط في الانالوج والكلام ده كله ليه؟ ما هو هتيجي عند الكلمه دي اوتوماتيك اهي تختارها. بس هو ده الدراع بتاعك، تالت واحد ده هو الدراع اللي متوصل عندك في الجهاز، تضغط عليها. شكرا، ده كده بتاعك كده ايه. شكرا اتسطب، مش محتاج اي حاجه تاني خلاص. كده الدراع اتسطب، شكرا، مش محتاج حاجه. تاني حاجه هتيجي على الجرافيك، من السيتنج توصل للجرافيك. الجرافيك اهو عندك برضو هنا اول اختيار دوت اللي هو الديسبلاي ده اهوت عند فول سكرين مود. تضغط على اول اختيار ده. هو تقريبا ده برضه ملوش علاقه تقريبا. ماشي، هو الريندر ماشي. انا بقول لك يعني وايت سكرين اللي هو اكسبت راتيو، اللي هو دي تاني اختيار دوت اللي هو من الديسبلاي اكسبت راتيو. اختار على اللي هي وايت سكرين 16:9 ده عشان احصل على الشاشة عريضة بدون حواف سوداء او اي حاجة. تقريبا مفيش حاجة تاني في السايز ماشي. ماشي. هتيجي هنا بقى اللي هي اهم نقطة، اللي هي تظبط لك الدنيا، اللي هي الريندر. تك عليها. هنا بقى اللي هو الريزولوشن. هنا بقول لك اللي هو اول اختيار اللي هو مكتوب عليها ناتف بيستو، دي الجودة الأصلية بتاعة البلاي ستيشن 2. يعني هتاخد الجودة، يعني لو هتسيبها على كده كده هتاخد الصورة أو الجودة الأصلية زي ما كان الناس بتلعبها على البلاي ستيشن 2 زمان. اضغط عليها مثلا اهي. شوف بقى انت لو عاوز تزود الجودة براحتك، بس دي محتاجة جهاز قوي فعلا. هشغل 1080، شغالة 2K 4K 5K براحتك. يعني يعني انا جهازي شغالة مثلا عادي، ممكن يشغلها 2K، بس انا خليها 1080. 1080 كويس. مثلا دي برضو دي بتحسب للجودة. دي برضو اللي هي الاختيار دوت ممكن تخليه مثلا 16 عشان تبقى الجودة بتاعت اللعبة تبقى أحسن وأفضل. بس كده تقريبا بلاش يعني. يعني احنا ظبطنا الدراع وشغلنا الدراع زي ما احنا شفنا،
والجرافيك ظبطناه، ولا انت لو عايز تعلي جودة او تخليها اقل براحتك. مثلا برضو مشكلة البايظ، عشان اقول للناس عشان البايظ، عشان لو ايه البايظ مثلا، لو انت سطبت المحاكي وما لقيتش البايظ، سهلة جدا، بتخش هنا على اي موقع، بتكتب هنا ايه بايظ، بايظ بي سي، فور بايظ بي سي اس اكس 2، ده اسم المحاكي اللي هو البي اس اكس 2، ده اسم المحاكي اللي عندك. بس هتقول له اللي هو البي سي، اللي هو البي سي الكمبيوتر يعني. اهو هتدخل مثلا على اول اختيار مثلا، هتضغط هنا داونلود فايل مثلا اهو. هو بعد ما ضغطت هنا بقول لك داونلود بي اس 2 فايل اول فيرجن، بعد ما يعني لو انت سطبت مثلا، هنقول مثلا داونلود فول بايز باك مثلا، يعني مثلا اهو، يعني مثلا اهو مثلا اهو بيتحمل معانا اهوت مثلا، عشان برضو الناس اللي هي مش ماشي. احنا ضغطنا على داونلود فول بايز باك اللي هو الاختيار التاني دوت تحت اهو، ده اللي احنا اخترناه ماشي. هو تقريبا حمل ماشي، فانا اروح مثلا صفحة التحميل دلوقتي اهي، اهي روح داونلود اهوت الملف اهوت اهو، ناخده قط، نحطه مثلا هنا مثلا اهوت كده فولدر كده، نحطه هنا مثلا، نعمل مثلا اكستراكت هير اهو. شوف بقى كمية البيوصات دي كلها اهي. انت يعني مثلا انت كل مثلا اللي هتعمله مثلا ممكن تاخد مثلا، لو هو مثلا مش موجود يعني، بس هو خلاص المحاكي موجود فيه. انا بقول لك مثلا لو انت طريقه يعني تحميل البايوس، هتاخدهم كلهم قط كده، وتروح جاي حاططهم هنا في ملف البايوس ده اللي هو ده اهو. بس انت هتلاحظ ان هو موجودين اصلا، بص قد ايه هو موجود فيه اهو، ده كله موجودين اهو. تتحمل الملف وتيجي تحطه هنا، لو البايوس مش موجود في المحاكي بتحمله زي ما انا وريتك كده، تيجي تحطه في الملف هنا. بس شوف قد ايه ملفات البايوس قد ايه، هو ملف واحد يكفي. انت بتختار فقط زي ما انت وريتك، بتختار قد ايه، انت بتختار الامريكي يعني افضل واحد فيهم يعني. بس كده، زي ما احنا نرجع للمحاكي تاني اهوت، ادي المحاكي اهو. سطبنا الدرعات والجرافيك، وحطينا البايس مكانه، والبايس اصلا لو مش موجود عرفنا نجيبه ازاي. بالنسبه بقى لتشغيل الالعاب او تحميلها منين اهوت، برضه زي ما قلت لك يعني، ممكن عندك الاتنين برضه، اللي هو الموقعين اللي احنا شرحناهم قبل كده، اللي هو فيلم سلير بي اس 2 اهو، فيلم سلير بي اس 2، فيلمز لير بي اس 2 اول اختيار. يظهر عندك هنا الالعاب زي ما انت شايف كده، ممكن تختار من القايمه اللي فوق دي اي حرف مثلا، يعني مثلا لعبه جراند سيفت اوتو سان اندرياس مثلا، هتضغط على حرف الجي، هيظهر عندك هنا مثلا، يعني مثلا فين جراند سيفت، جراند سيفت اوتو 3، ودي 3 برضه، بس دي نسخ تانية، دي نسخة أمريكية مش عارف دي نسخة أوروبية تقريبا. فالمهم عندك كذا نسخة تقريبا، عندك جراند سيفت اوتو لايبرتي وسان اندرياس وفايس سيتي، فايس سيتي ستوريز، كل النسخ انت مجرد مثلا تضغط على واحدة، تضغط داونلود وشكرا. بس وفي موقع تاني برضه كويس يعني، اللي هو موقع رومز، رومز فان بي اس 2، رومز فان بي اس 2. خش على أول اختيار، بيظهر عندك كل ألعاب البلاي ستيشن 2، جاد اوف وور 1، جاد اوف وور 2، ريزد ايفل، جاتا سان اندرياس، هنا تيكن 5، نيد فور سبيد، بلاك، اللعبة المشهورة بتاعت المصارعة، الكامزين، جراند سيفت اوتو فايس سيتي المشهورة أوي دي، انت جيت تضغط هنا برضه عادي تشوف ألعاب تانية، جاد هاند، ألعاب كتير، درايفر، راشت كلانك، كراش، برايز. تحمل أي لعبة مثلا كده، تضغط عليها داونلود، وزي ما قلت لكم ما حد يعني كلمة ديمو ديت، اللعبة دي مش كاملة، محدش يحملها، بلاش مش لها لازمة يعني ماشي. انت تختار رايز 200 يو اس اي، دي تاني واحدة، وبلاش تحمل النسخة، بلاش تحمل اللي هي النسخة دي بلاش منها أي كلمة فيها الحتة دي، بلاش منها. مش نسخة مش وحشة، بس في الأفضل منها اللي هي ريد أمب دي، اللي هي دي. حمل دايما اليو اس اي دايما، بلاش الأوروبا، بلاش الجابان، بلاش أي حاجة، خليك في اليو اس اي، وبلاش الديمو يعني، بلاش الديمو، وخليك دايما في اليو اس اي، النسخة اليو اس اي، ودايما تخليها دايما في الايه، في دي. بلاش النسخ اليو اس اي من السي اتش دي فورمات، خليك دايما في الريدم. بس هتحملها وخلاص. بعد ما تحملها يعني مثلا انا اهوت هوريكم برضه وانا بشغل لعبة، مثلا انا عندي مثلا العاب كتير يعني، مثلا هوريكم مثلا انا عندي هنا
اهوت مثلا عندي فولدر كامل اهوت، مثلا هشغل مثلا لعبة أي لعبة، مثلا هشغل لكم مثلا، هشغل لكم جيتلي. بس اللعبة اهي نزلت اهي، مثلا جيتلي اهي، اهي هي ايكون، انا هسطها اهي، هعمل كليك يمين، افك ضغط البرنامج وينرار اكستراكت هير. استنى بس دقيقة بال ما تفك الضغط. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، أنا آسف معلش، أنا آسف، أنا آسف، دي برضه الغلطة أنا وقفت فيها، معلش. أهي ديليت. هنا الملف مش بصيغة زب يعني، هنا الملف بصيغة ايكو، يعني هيشتغل مباشرة على المحاكي. انا هوريكم برضو صيغة الصيغة التانية ديت، يعني مثلا برضو لو انت تلاحظ الصيغة اهي اللي انا بقول لك عليها، اللي بكلمك عليها دي مضغوطة، مش هينفع تشتغل محاكي مباشرة، لازم تعمل كليك يمين برنامج ونرار واكستراكت هير عشان تنزل عندك الملف بصيغة ايكو. بص صيغة ايكو هي دي الصيغة اللي هتشتغل مباشرة على المحاكي. بعد كده لما تلاقي كلمة ايكو ديت دي تشتغل مباشرة على المحاكي، ما تفكش الضغط تاني مرة تانية. يعني هي كده بعد ما تبقى ايكو خلاص شكرا، مش هتحتاج ايه ان انت تسطبها تاني. انا بالتسطيب اهوت عشان اوريكم بس اشغل لعبة تانية. هشغل لكم بس اشهر لعبة اللي احنا محتاجينها، اللي هي مثلا انجولا 2010 صيغة ايكو اهي. هي دي الملف اللي انا رافعه لكم والله، مش جايب حاجة من بره اهو. مثلا نحط اهو، نخش على السيتنج عشان السيستم قصدي، وستارت فايل. نيجي مثلا على المكان اللي انا حاطط فيه الالعاب البلاي ستيشن 2 او مسميه بلاي ستيشن 2. هخش انا اشغل لكم انجولا 2010 لو هو ماشي، بضغط على الرابط بس، شكرا. دي انجولا 2010. هشغل لكم برضه الاهلي في اليابان، وهشغل لكم برضه غانا في 2008 عشان اثبت لكم بس ان اهي، اهي مثلا ده شغال معايا كويس اهو، ماشي بس. لازم تبقى معاك لعبة انجولا 2010 اهي، هتستمتع بيها. انجولا 2010 سنة زمان، دي كانت اشهر الالعاب اللي احنا كنا بنلعبها زمان على البلاي ستيشن 2. وبلاش حد يشغلها، مبقاش حد يسأل على نسخة الكمبيوتر والله، يعني ما دي نسخة كمبيوتر ايه، نسخة محترمة من غير أي مشاكل ولا يعني بلاش أصل يعني نسخة ايه محاكي وخلاص اهي. دي اهي، اهي بس أنا بختار مثلا فيها الأهلي اهي، الأهلي فين؟ الأهلي أهو، الأهلي والزمالك أهو، أدي الزمالك مثلا، الأهلي أهو، أدي الأهلي والزمالك. بس انا هشغل لعبة تانية برضو، يعني مثلا هفصل هنا، مثلا هعمل change disk from file. هعمل مثلا، اختار مثلا الاهلي في اليابان، الاهلي in Japan، الاهلي، الاهلي فين الاهلي في اليابان؟ الاهلي في اليابان آه كان رش did division destroy data and اللي هي بيس. يعني بص انا هجيبها من بره معلش انا اسف. هي اللعبة اشتغلت اللي هي كانت انجولا في 10. بص الاهلي في اليابان اللي هي تقريبا الاهلي في اليابان اهي، هي دي الاهلي في اليابان اهي، ويننج 11 بي اس 2 اهي. انا رافع الملف ده ليكوا اهوت زي ما هو كده بصيغة الايكو اهوت. اهوت مثلا هفتح المحاكي تاني اهوت، اعمل سيستم ستارت فايل، اخش على ملف الالعاب اللي عندي اهوت اتش، مثلا اختار بلاي ستيشن 2، وهنيجي عند ويننج 11 بيستوي الأهلي في اليابان. اختار هنا اهوت أو اضغط عليها، اشتغل معاك الأهلي في اليابان. شغال لكم برضه غانا 2008. ولو في حد عنده أي لعبة تانية محتاج عاوزها قولها لي وأنا أجيبها له وأرفعها له من غير أي حاجة والله، وأنزلها لكم وتحملوها عادي. ولو في أي لعبة أنتوا محتاجينها أنا أنزلها لكم عادي، أي لعبة أيا كانت يعني. بس بلاش نسخة الكمبيوتر دي، ما دي نسخة الكمبيوتر يعني مش محتاج. المحاكي كمان جميل يعني، بيخليك تتحكم في الدراع زي ما انت عايز، بدل ما كل شوية تشغل الدراع يعني تسطب الدراع وكده. نفس اهي الاهلي في اليابان اهي. كلام للاهلاوية، احنا المصراوية، الاهلي ده مية مية. الاهلي اهي، عندك الاهلي الجديد والاهلي القديم ماشي. عشان دي بس عشان برضه انا مثلا هشغل مثلا شين زي بروفايل، هشغل مثلا غانا
2008 أيكو تقريبا أهي، غانا 2008 أيكو برضه. كم طريقة أصلا نفسي. ماشي، نشغل السيستم فايل وشغل غانا 2008 دي غانا 2008. ماشي. لا بتاعت الاتصالات، دورة الاتصالات دي في ألعاب تانية كتير، بس أنا بوريكم بس الأشهر الألعاب اللي انتوا عايزينها بس، بوريكم إنها شغالة، ودي الملفات اللي أنا رفعتها ليكم والله. هو الملف اللي معاك نفسه هو اللي رفعته، يعني اللي انتوا بتاخدوه مني اللي أنا هو اللي أنا شغال فيه والله العظيم، يعني ما بجيبش مثلا، مش برفع لكم ملف مش موجود عندي مثلا، كل حاجة بتبقى قدامكم يا والله. أهي. ديت غانا 2008. ده منتخب مصر برضه. اللعيبة فيها منتخب مصر برضه. بس كده، وشكرا والسلام عليكم.